الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فما زالت الدلائل تلو الدلائل على أن الكيان المحتل الغاصب يحارب حرب دينية، حرب عقيدة، في الوقت الذي لا يعتقد أكثر من يعاديه هذا الكيان المحتل أن الحرب بينهم وبينه حرب عقيدة ودين. ومن الدلائل الأخيرة أن الكيان المحتل أطلق على العملية العسكرية على إيران اسم عام كلابي، الذي يعني شعبا كالأسد، وقد سموا العملية بالأسد الصاعد في استدعاء رمزي مباشر من نصوص العهد القديم. ومصدر التسمية يعود إلى سفر العدد، تحديدا إلى نبوءة بلعام بن باعورة في سياق قصة الملك مؤاب التي ورد فيها: هو ذا شعب كالأسد يقوم، وكالليث يرتفع، لا يضطجع حتى يأكل فريسة ويشرب دم القتلى. وكذلك في سفر الصحراء عام كالفي الثاني: شعب كالأسد يقوم وكالليث يشرئب، لا ينام حتى يأكل فريسته، من دم ضحاياه يشرب. فسمى الكيان المحتل الغاصب العملية العسكرية على إيران بهذا الاسم الذي استوحي من نصوص التوراة التي حرفوها. وهذا الاسم اختير ليعكس رؤية الكيان للعملية العسكرية كخطوة هجومية حاسمة لا تتوقف قبل تحقيق أهدافها. وهذا الاقتباس التوراتي يحمل بعداً رمزياً عميقاً، لأنه يستخدم للدلالة على قوة شعب إسرائيل واستعداده الدائم لخوض المعارك والانتصار على خصومه، وهو ما تحاول المؤسسة العسكرية للاحتلال الإيحاء به من خلال تسمية العملية في رسالة موجهة إلى الداخل اليهودي وإلى الخارج معا. ولست أدري ولا أحد يدري متى يفيق قومي من ثباتهم، ومتى يعلمون أنهم يحاربون حرب اعتقاد. والأصل عندنا أننا نحارب على حسب اعتقادنا، لأن نهون من اعتقاد خصمنا ونقول إنما يريدون التوسع بالاستحواذ على أكبر رقعة من الأرض، دون أن يكون لذلك بعد عقدي مستوحى من نصوص مقدسة عندهم وهي محرفة. أما كتابنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإن قومي يجعلونه إلا من رحم الله بمبعدة عن الصراع. وكأن ديننا لم يدلنا على أن هؤلاء الذين يحاربوننا هم أشد الناس عداوة لنا. فلن تجد أبدا في أجناس البشر، في طباق الأرض، في عموم الزمان والمكان، من هو أشد عداوة لنا ولديننا، من هو أشد عداوة لنا ولديننا من هؤلاء الأنجاس. نسأل الله أن يطهر منهم البلاد، وأن يرحم منهم العباد، وأن يرزقنا اليقظة من بعد السبات، والانتباه من بعد الرقاد، وأن يمن على الأمة بالتمسك بدين ربها وسنة نبيها حتى يعيد لها عزها السليم، إنه تعالى هو المولى القريب
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.